صباح الخير في آخر يوم 2023 وبكرة بداية جديدة في 2024 وكمان في آخر يوم ليا في سنة قديمة وإضافة سنة جديدة بصراحة في عمري. يعني حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وكل سنة واحنا بنتغير للأحسن. حبيت أقول لنفسي وليكوا إن الدنيا دي صغيرة قوي قوي، متزعلوش على حاجة فيها قوي. يعني كل واحد مننا مهما شفته ضحكته فهو عنده ابتلاءه في نفسه، ابتلاءه في صحته، ابتلاءه في عياله، ابتلاءه في عيلته، ابتلاءه في شغله، ابتلاءه في الناس اللي حواليه، ابتلاءه في حاجات كتير قوي احنا مش شايفينها. فما تشوفش غيرك وتقيسه على حالك، كل واحد مبتلى. ودي الدنيا، لأنها دنيا ما تستاهلش إلا إننا نفكر إن مهما كان عندنا ابتلاء اللي هتشوفه في يوم من الأيام هو خير من رب العالمين. هتشوفه كده في يوم من الأيام ربنا بيكون مدينا الابتلاء وفي نفس الوقت مدينا الكتف اللي يقدر يشيله، ومديك كمان حاجات تقدر تقدرك تتعامل معاه، وفي نفس الوقت بيقويك لأن ربنا سبحانه وتعالى خير مربي لينا. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعمة العلم بالله ووجوده، وطبعا نعمة الإسلام ونعمة رسولنا الكريم وسنته. وبحب قوي دايما أفتكر كلمة: ولو نظر كل امرئ لقلب أخيه لأشفق عليه. وكمان حبيت إن أنا أختم معاكم وأقول لكم آخر كلامي قول الله تعالى اللي بيلخص إزاي نتعامل مع الدنيا الصغيرة دي قوي، وهي من سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. وكل سنة جديدة وانتم بخير، وكل سنة طبعا وأنا طيبة. أشوفكم على خير. باي باي.